اغتصبوا بنته وقتلوها، فبيقرر انه ينتقم منهم. ده ملخص فيلم الاكشن والاثاره بلو زيرو. بيبدا الفيلم بشخص مش شايفين وشه بيعذب شاب صغير وبيطلب منه يقول له مكان واحده، بس الشاب بيفضل يقول له ان هو ما يعرفش هي فين، فمش بيصدقه وبيقعد يضرب فيه. بعدها بيحفر حفره وبيوقعه فيها وبيبقى عايز انه يدفنه حي. بنروح بعدها لواحد اسمه مارتن وبنكتشف انه شغال ضابط ومهمته ان بينقل المجرمين للسجون، وبيروح علشان يقابل شريكه الجديد. وبيطلع شريكه ده معروف عنه انه عنيف جدا مع السجناء. بعدها بيقول له ان السجناء اللي هينقلوهم دول خطيرين جدا، وبيروحوا بعدها علشان ينقلوا مجرمين، وبيطلع المجرمين اغلبهم قتله وفيهم رئيس عصابه عالميه سابق. بعدها بيروحوا يفتشوا المجرمين علشان يتاكدوا ان معهمش سلاح، وبيطلبوا من المجرمين كلهم ان هم يقلعوا لبسهم علشان يتاكدوا ان هم مش مخبيين حاجه. فرئيس العصابه بيعتبر ان الحركه دي مهينه ليه. وقتها في واحد منهم اسمه نانو بيشتم شريك مارتن، فالظابط شريك مارتن بيتعصب جدا وبيبقى عايز يضربه، بس مارتن بيتدخل وبيمنعه. بعدها بيروحوا للعربيه اللي هتنقلهم، وبتطلع ان العربيه دي مجهزه ان يكون فيها كذا زنزانه علشان ما يحصلش مشاكل والمجرمين يحاولوا يهربوا. وبيدخل بعدها كل المجرمين زنزاناتهم. بعدها شريك مارتن بيقول له انه ما كانش المفروض يمنعه، وانه المفروض انه يكون في صفه دايما. فبيقول له مارتن ان هو مش عايز مشاكل. بعدها بيروح كل واحد فيهم للمكان بتاعه، وبنكتشف ان مارتن هو اللي هيسوق العربيه والظابط شريكه هيكون بيأمن على المساجين، وبيبقى في عربيه شرطه تانية قدامهم علشان تأمنهم. بعدها بنروح لشخص مجهول بيحط على الطريق اللي العربيه ماشيه فيه سلك شائك علشان الكاوتش بتاعهم يفرقع، وبنكتشف ان الشخص ده هو اللي شفناه بيعذب شاب في اول الفيلم. وبنروح بعدها لمجرمين وبيطلب واحد منهم اسمه رامس انه يدخل الحمام، فبيوافق الضابط وبيطلع رامس آلة حادة كان مخبيها. وبنكتشف ان رامس ده حرامي خزن وبيعرف يفتح اي خزنه قدامه. بعدها بيطلع من الحمام وبيروح لزنزانته. وبنروح بعدها لمارتن وهو بيسوق والجو بيبقى ضبابي جدا ومش بيبقى شايف عربيه الشرطه اللي بتأمنهم، فبيكلمهم على سلكي ومش بيردوا عليه، فبيقلق مارتن جدا. بعدها العربيه بتدوس على السلك الشائك والعجل بيفرقع، فبينزل شريك مارتن علشان يشوف فيه ايه. والمجرمين بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبيقول لهم رئيس العصابه ان اخوه هو اللي بيعمل كل ده علشان يهربه. وبيحاول رامس انه يفك القفل بتاعه علشان يعرف يفتح الزنزانه، وفعلا بيعرف يفكه. وقتها بيبقى مارتن متوتر جدا وبيكلم شريكه في اللاسلكي ومش بيبقى بيرد عليه، فبينزل مارتن عشان يشوف فيه ايه. فبيلاقي شريكه واقع ميت في الارض، وعربيه الشرطه واقعه والظباط اللي فيها ميتين، وفي حد بيضرب نار عليه. فبيجري مارتن علشان يستخبى ورا عربيه الشرطه، وبتيجي طلقه في رجل مارتن وطلقه تانية جنب ودنه بالظبط. فبيتعب جدا مارتن ومش بيبقى عارف يعمل ايه، فبيقعد يضرب طلقات كتير على الراجل بس مش بتيجي فيه لحد ما مسدسه بيخلص. فبيجري على العربيه بتاعته وبيحاول يطلب الدعم، بس اللاسلكي بيبقى متوقف، فبيضرب عليه الشخص وبيكسر الازاز. بعدها بيروح مارتن بسرعه للمكان اللي محبوس فيه المجرمين علشان يستخبى، وبيعرف المجرمين كلهم ان هو مصاب. فبيفتح رامس الزنزانه بتاعته وبيقعد يضرب مارتن، بس مارتن بيوجه عليه مسدس، فبيخاف رامس جدا وبيبعد عنه. وقتها بنروح لمسجون منهم وبيبقى راجل سياسي كبير في البلد، وبيلاقي ان في سائل بيتكب على العربيه، وبيشم السائل ده علشان يعرف هو ايه، وبيطلع غاز. وبيطلع الراجل اللي بره هو اللي بيرش الغاز ده على العربيه. بعدها بيولع الغاز ده، وبيحاول مارتن ورامس ان هم يطفوه، بس بيكون الراجل مات. وبيطلع ان الراجل اللي بره ده رش غاز على كل الزنازين، فبيحاول مارتن ان هو يطفيهم بالطفايه، وبيفتح الزنزانات كلها علشان ما يتحرقوش. وبعد ما بيفتحها المجرمين كلهم بيبقوا عايزين يهجموا على مارتن، بس بيبقوا خايفين منه علشان مسك مسدس وبيهددهم بيه. وفي وسط ما هما بيتكلموا الراجل اللي بره بيكلمهم في اللاسلكي وبيقول لهم انه عايزهم يدخلوه وهو هيهربهم وملوش اي دعوه بيهم، كل اللي عايزه واحد بس منهم. وبيكتشفوا انه مش جاي تبع رئيس العصابه، وبيقول لهم هيحرق العربيه كلها لو ما دخلوهوش، وان المسدس بتاع الضابط اللي عمال يهددهم بيه ده فاضي. فبيقولوا مساجين للضابط ان هو يديلهم المفتاح وهما مش هيعملوا له حاجه، بس مارتن مش بيوافق، فبيضربوه علشان ياخدوا منه المفتاح. فبيطلع ان المفتاح وقع منه، وبياخدوا رئيس العصابه وبينزل علشان يفتح الباب. وهو نازل بيشوفوا مجرم منهم اسمه نانو، فبيقعد يضرب فيه بطفايه الحريق لحد ما يقتله. فبيستغربوا كلهم وبيسالوه ليه عمل كده، وبيحاولوا كلهم ان هم يهدوه. فبيقول لهم ان الراجل ده هيقتلهم كلهم، وبيعرفوا وقتها ان الراجل ده عايز يقتل نانو. وقتها بيتكلم الراجل ده في اللاسلكي، وبنكتشف ان اسمه مايكل، وبيقول لهم انه مش همه هما مين وايه اللي عملوه، كل اللي عايزه انهم يفتحوا العربيه بس وهو هيهربهم. وبيسالوه كلهم هو عمل ايه ليه. وقتها بيقول لهم نانو انه بريء وما عملش حاجه، وانه كان ضابط عنيف جدا. وبيقول لهم انه حاول يحرقهم، وكل اللي بيعمله ده بيعمله عشان يفتحوا العربيه بس، وبمجرد ما يفتحها هيقتلهم كلهم. وقتها بيكلمهم مايكل على سلكي وبيطمنهم، وبيقول لهم انهم لو سلموه نانو هيسيبهم كلهم يعيشوا. وقتها مارتن بيكتشف انه بيراقبهم من الكاميرا، وبيتكلم مايكل تاني وبيجيب سيره واحد اسمه تشينو، وبنكتشف ان تشينو ده اللي كان بيعذبه في اول الفيديو.
وانه صاحب نانو، وبنرجع ليهم تاني وهم بيتعاركوا، وبيمسك مارتن واحد منهم وكان هيخنقه، وبيمسك نانو مفتاح وبيبلعه. وقتها بيضرب مجرم منهم الضابط وبيغمى عليه. بعدها بنروح لمايكل وهو بيصلح كاوتش العربيه وبيشوف غزاله شكلها غريب، وبنرجع تاني للعربيه وبيفوق مارتن وبيبان قد ايه اتأذى من الضربه دي، وبيحبسوهم بقيه المجرمين عشان يحاولوا يفتحوا العربيه. وبيسالوا رامس عن خطته وبيقول لهم انه عايز يفتح بطن نانو علشان يجيب المفتاح، بس كلهم مش بيوافقوا. وبعدها بنلاقي ان الوان العربيه اتغيرت، وبيبان ان مايكل قفل عليهم الدفايه علشان يتعذبوا من البرد. بعدها بيركب مايكل العربيه وبيبتدي يتحرك بيها، وبيكلموا رامز باللاسلكي علشان يسالوا يفتح بطن نانو ولا لا، فبيقول له مايكل انه عايزه حي. بعدها بنروح لنانو اللي بيفصل الكاميرات عشان ما يشوفهمش مايكل، وبيقعد المجرمين وبيحكوا لبعض دخلوا السجن ليه، وبيسال مارتن نانو انت ليه قتلت رئيس العصابه، ملفك ما فيهوش قضايا قتل. فبيقول له نانو ان ما كانش قدامه حل، وان الراجل اللي بره ده لو دخل هيعذبه وهيقتله. بعدها بنروح للضابط شريك مارتن، وبيبان ان الرصاصه جت في البدله الواقيه بتاعته، وانه لسه عايش بس عنده اصابات كتير جدا. فبيحاول يكلم الدعم، بس بيطلع مايكل شوش على اجهزه اللاسلكي كلها والرساله مش بتوصل لهم. وبعدها بيروح لعربيه مجهوله علشان يسوقها ويلحق بيها مارتن، وبيطلع ان العربيه دي عربيه مايكل، وبنكتشف ان الضابط ده يعرف مايكل وكان شريكه ايام ما كان ضابط. بعدها بنروح للعربيه وبنشوف واحد من المجرمين بينزل يشوف مخرج العربيه من تحت وبيحاول يفتحها. بعدها بيقول له مارتن ان العربيه مستحيل تتفك من تحت. بعدها بنروح لمايكل وبيطلع ان الضابط شريك مارتن بيلاحقه بالعربيه وبيحاول يضرب عليه نار، فبيزقه مايكل بالعربيه وبيخليه يخبط في شجره، وبسبب الاصابات اللي عنده الضابط ده بيموت. بعدها بنروح للعربيه وبنلاقي ان المجرم اللي نزل عشان يفتح العربيه من تحت ده فيه مسمار دخل في دماغه ومات. وبيسوق مايكل بسرعه جدا وبيخاف كل اللي في العربيه وبيحاولوا يكلموه علشان يوقفوه، بس مايكل مش بيهتم بكلامهم وبيكمل سواقه لحد ما بيوصل لمكان كله جليد وبيحط العربيه في نصه. وقتها بيشوف نفس الغزاله دي تاني، وبيضرب بعدها مايكل الجليد من عند الاربع فرد بتوع الكاوتش، والعربيه بتقع واحده واحده. وقتها بيدخل ميه في العربيه وكلهم بيتوتروا جدا ومش عارفين يعملوا ايه، فبيطلب نانو والشرطي من رامز انه يفتح لهم السجن، وهو بيوعدهم ان هو هيعرف يفتح العربيه. وبنكتشف ان في مخبأ سري ما يعرفش بوجوده غير الشرطيين بس، وفعلا بيقدر يفتحوا نانو وبيخرج. بعدها بيخرج بقيه اللي في العربيه، ومايكل بعد ما كان هيمشي شاف نانو فقعد يجري وراه ويضرب عليه نار، وراح مارتن علشان يلحقه قبل ما يقتله. فاول ما لمحه مايكل حاول يضرب عليه نار، بس مارتن عرف يستخبى منه وطلع للمبنى اللي مايكل كان بيضرب منه علشان يعرف يكلمه، وفعلا قدر يطلع. وفي وسط ما هو بيكلمه بنكتشف ان نانو وصاحبه اغتصبوا بنت مايكل وقتلوها، والشرطه ما عرفتش تجيب لها حقها، وان هو بيعمل كل ده علشان يعرف هم دفنوها فين. وبيقول له ان لو نانو قال له هم دفنوها فين هيسيبه يعيش، فبيتعاطف معاه مارتن جدا، بس بيرفض الطريقه بتاعته عشان مارتن ما كانش متاكد ان نانو هو اللي عمل كده، وبيهجم عليه وبيحاول ياخد منه البندقيه، وفعلا بيقدر ياخدها، بس مايكل بيعرف يهرب منه وبينزل يجري ورا نانو. بعدها مارتن بينزل يجري وراهم وبيلاقي ان مايكل قاعد بيضرب نانو وكان خلاص قرب يموته، فبيهدده بالبندقيه. وبنلاقي وقتها ان بقيه الشرطه وصلت بالطيارات وهينزلوا علشان يقبضوا عليهم، وبيقول نانو لمايكل انه مهما عمل مش هيقول له مكانها. وقتها مارتن بيتاكد ان نانو هو اللي عمل كده وقتل بنته، فبيضرب بالبندقيه رجل نانو وبيوقعه، وبيقول له يقول لمايكل مكانها يا اما هيقتله، فبيرفض نانو يقول له مكانها. بعدها بيضرب مارتن ايده وبيقطعها، فبيقول له مكانها وانهم دفنوها في بير في الصحراء. وقتها الشرطه بتيجي وبتقبض عليهم. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل سبسكرايب، ده هيشجعني جدا اني اكمل. وما تنساش تشوف الحلقه بتاعت فيلم توك تو مي، فيلم رعب خرافي جدا هتظهر لك في الاي اللي فوق هنا، وقول لي عايزني اعمل لك فيلم ايه الفيديو اللي جاي. بتمنى تكونوا اتبسطتوا، وسلام.